السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة معانا الشاورما اللي بيحبها الكبار والصغار، هنشوفها النهاردة وبطريقتي ويا رب تعجبكم. هيكون معانا إن شاء الله في صدور الفراخ، بتجيبيها أو الدجاج بتكوني غسلها كويس قوي، ولو عايزة تنقعيها شوية في المية وملح وليمون عشان الزفارة بتنقعيها. ويستحسن ان انت تستخدموا يا جماعة مع الفراخ دايما الليمون، بيضيع منك اي ريحة للزفارة بدل الخل، وحتى الطعم في التسوية بعد كده بيبقى ولا اروع. بنحاول بقى نقطع الصدور بتاعنا تقطيع رفيع جدا جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده، على قد ما تقدري. رققي قوي الشرايح اللي بتقطعيها عشان نوصل لنتيجة ان هي زي ما يكون متقطعة من على سيخ الشاورما كده، زي ما انتوا شايفين معايا كده. بنحاول برضو بقدر الامكان نعمل كده. بعد كده بنجيب الخليط اللي احنا هننقع فيها الشرايح بتاعتنا دي، عبارة عن كوباية لبن معصور عليها ليمون على قد الكمية اللي عندك. بتستبدلي كوباية اللبن والليمون ده بالزبادي والليمون برضو. هنا كأننا بنعمل اللبن الرايب باللبن والليمون لو ما عندكيش زبادي، ولو ما عندكيش لبن رايب بيجيبي اللبن بالليمون زي ما انا بقول. الخطوة دي يا جماعة ممكن وانا بشتغل لها عيوب، وهقول لكم انا بستبدلها انا شخصيا بايه. بنحط بقى عليها التوابل بتاعتي اللي هي توم باودر، بصل باودر، جنزبيل باودر، وبكتفي ما بحطش اكتر من كده توابل، لاني عايزة طعم الفراخ هنا يبقى هو موجود وظاهر عندي. بحط معلقتين كاتشب دوت اختياري ليكي، ونصيحة مني ما تحطيش الكاتشب، لانه برضو هقولك ايه اللي بيحصل لما بتستخدمي الكاتشب معاكي. بقول لكم هنا بقى بس بكتفي بالتوابل دي، لان انا كده كده طبيعي بنعمل الفراخ في المشويه او في صينيه في الفرن او فبنحط عليها كزبره وكمون. فعايزه طعم الفراخ بقى هنا يكون حاجه جديده ومختلفه في السندوتشات بتاعتي. فبكتفي انا ما بحطش توابل كتير زي ما انتوا شفتوا، بكتفي بالثوم البودر والبصل البودر والجنزبيل زي ما احنا قلنا. بننقع المخلوط ده بقى، بنسيبها في المخلوط ده اقل حاجه يا جماعه ساعتين، اقل حاجه. طبعا بظبط الملح بتاعي، ما بحطش كتير ملح لان كده كده هنظبطه في الاخر برضو. بتنقعيها اقل حاجة ساعتين، او ممكن بتبيتيها او بتحطيها في الفريزر عندك، بتطلعي منها كمية بكمية زي ما انت حابة. بيبقى معاكي طبعا سهل وبسيط وسريع لما بتحطيها في الفريزر عندك. بنحضر بقى بقية الحاجات بتاعتنا. بنجيب صينية وبنحط او طاسة، وبنحط فيها البصل متقطع عندي جوليان او جوانح زي ما احنا شايفين كده، او شرايح، وبنشوحه تشويحة لوحده كده يا جماعة. لو عايزة تحطي عليه فلفل الوان بتحطي برضو، بتشوحيها لوحدها، لاني انا عايزة الخضار بتاعي ما ينزلش مية كتير. بعد ما بشوح البصل كده بحط عليه الفلفل، ما بينزلش ميه، باخده تشويحه وبفرده في الطاسه بتاعتي. بحط بقى الفراخ بتاعتي وبشوحها برضو، بديها صدمه لوحدها. يا اما بنشل البصل بتاعي من الطاسه، يا اما بحط الفراخ كده في جنب زي ما انتوا شايفين، عند الطاسه واسعه. يا اما بس نصيحه مني ما تحطيش البصل بالخضار بكله مع الفراخ، لانه بينزل ميه وما بتاخديش التشويحه والصدمه الحلوه بتاعه الفراخ. العيب بقى في اللبن والزبادي يا جماعة ان هو زي ما شفتوا معايا كده بيعلم او بيتحرق معايا في الطاسة بتاعتي، وانا مش عايزة كده. طب اتفادى النقطة دي ازاي؟ انا ما بحطش اولا كاتشب لانه برضو بيتحرق معايا. انا كده كده بحط الكاتشب معايا في الاخر في السندوتشات. بحط بدل اللبن والزبادي ايه، بحط شرش اللبن او شرش الزبادي. لو جبت الزبادي بتاعتك وحطيتيها في مصفى بتنزل مية،
المية دي اسمها الشرش. الشرش ده بستخدمه في التسوية بتاع الصدور بتاعتي، او لو عندك لبن رايب اللي هو المتقطع يعني بحطه برضو في مصفى لما بتيجي تعملي جبنة ولا حاجة، وهنشوفها ان شاء الله في القناة معانا. بتاخدي برضو المية اللي بتنزل منها دي وبتستخدميها في حاجات زي كده، بتسوي بها الفراخ او اللحمة لما تيجي تعملي شاورما الفراخ او شاورما اللحمة، بتبقى معاكي في منتهى الجمال، وبتبقى طرية وجوسي وجميلة، وبتستوي معاكي برضو بسرعة، لان الشرش ده بيسويها وبيخليها زي الفل. وبرضو بتعصري عليه الليمون زي اللبن والزبادي بالظبط. بس هنا بقى بتاخدي نتيجة جميلة، طعم جميل من غير اي حاجة محروقة معاكي او الطاسة تلزق معاكي او ولا بتحتاجي كمان مادة دهنية كتير علشان الحاجة ما تلزقش معاكي. انا من النوع يا جماعة اللي بعمل الاكل الصحي، ما بحبش احط مواد دهنية معايا كتير، فلذلك تلاقوني بقلل منها قوي معاكم في اكلنا. الخطوة دي بقى كمان اختيارية، اللي عايز يعملها الصوص الجامد ده. الصوص ده بعمله بالثوم، تقدروا تسموه حاجة زي بدل المايونيز بس حاجة صحية، او زي التومية مثلا. بدل ما تحط لولادك المايونيز، وطبعا الحاجات دي معروفة انها مش صحية، بنعمل حاجة صحية واحلى كمان منها. بجيب الثوم معايا مفروم ناعم جدا، بحطه في الطاسة مع مادة دهنية بسيطة، ما بحمروش، بشوحه بس، بدبله تتبيلة، بحط عليه معلقة دقيق او حسب الكمية برضو اللي عندك اللي انت عايزاها، بشوحهم تشويحة، وبحط عليهم كوباية لبن، بخليها بقعد اقلب فيها لحد ما تبقى كريمية معايا. الصوص ده جميل جدا يا جماعة، وبيودي الشاورما في حتة تانية جدا جدا، وخصوصا التوم معاكي والدقيق بيمسك بقى الشاورما معاكي في الساندوتش، ما بتفرطش منك او بتقع او بيبقى معاكي، يعني مش قادرة اقول. الريحة والطعم غير خالص. بتحطي بقى الكريم بتاعنا ده معانا هنا على الفراخ، بتصبيه على الفراخ، بتديله تشويحة برضو مع الفراخ علشان ياخد من ريحة الفراخ والبصل او الخضار اللي انت حطاه، وفي نفس الوقت بيعمل لي كمادة ماسكة كده للفراخ. هتجربيه وهتشوفيه وهتدعيلي، وما تنسينيش بقى في الدعوة. هيحبوه جدا، هيستغربوا انت حاطه ايه، انت حاطه ايه في الساندوتش، هيقعدوا يخمنوا انت حاطه ايه. احنا بنحاول على قدر الامكان بنعمل حاجات صحيه لاولادنا، واحلى كمان من اللي بره، مش هقول لكم زي اللي بره، لا احلى كمان من اللي بره، علشان يبقوا دايما حابين اكل البيت، ومش حابين يخرجوا وياكلوا الاكل اللي مش صحي اللي بره. بعد ما قلبتها كده في الصوص، هناخدها بقى ونروح على العيش بتاعنا، وده عاملينه ان شاء الله في القناة، يا ريت تروحي تشوفيه، جميل جدا وهيعجبك. معانا الكاتشب، وده برضو عاملينه في القناة، ان شاء الله برضو هيعجبك. هنحط بقى الفراخ الشاورما بتاعتنا زي ما انتوا شايفين يا جماعة، شوفوا متماسكة معايا ازاي، ما بتفرفطش مني ولا بتقع ولا اي حاجة معاكي. طبعا في الشاورما معاكي طعم البصل، معاكي طعم الثوم، معاكي الصوص الابيض اللي احنا عاملينه، حطينا الكاتشب، والطعم المميز في سندوتش الشاورما يا جماعة الخيار المخلل، ده برضو عاملينه عندنا في القناة، وعاملينه كمان بطريقة سريعة جدا، ممكن تعمليه قبل ما تعملي وبتبدأي في عمل الشاورما بتعمليه، وهيكون جاهز معاكي ان شاء الله على ما تيجي تعملي سندوتشاتك. بتلف كده الرول اهو، وفي لفة تانية كمان هوريها لكم اهي معانا. بتجيبي الرغيف بتاعك من النص كده وبتقطعي، ما بتقطعيش على طول الخط، لا بتقطعي بس الربع الاولاني زي ما انت شايفة معايا، وبعدين بتروحي حاطة الشاورما بتاعتك، وبتجيبي الربع الفاضي وبتطبقيه عليها عشان ما تقعش منك، وبتعملي زي ما انت شايفة قدامك كده بالطريقة دي. بتوزعي بقى الشاورما بتاعك، شايفة برضو الصوص اللي احنا عاملينه ماسك معانا ازاي، ومدي كمان طعم وريحة. جربي وقوليلي، ولازم تعلقي وتقوليلي. هتحطي معاكي بقى هنا شرايح خيار مقطعها رفيع قوي، علشان طبعا المكعبات مش هتنفع معايا في الساندوتش ده او في الطريقة دي، بالمنظر ده كده.
وبتطبقي كمان تطبيقة، بتحطي بقى في الربع الاخراني معاكي الكاتشب بتاعنا عشان يلزق معانا الربع الاخير، او بتحطي جبنة موتزاريلا، او بتحطي الاتنين مع بعض، الكاتشب مع الموتزاريلا لو انت حابة السندوتشات بتاعتك بالموتزاريلا. بس الصوص الابيض اللي احنا حاطينه في الاول هيغنيكي عن الموتزاريلا وعن المايونيز وعن كل الحاجات دي. بتحطي بقى في طاسة بتاعتك فرشة زيت، وبتروحي محمراه زي ما انتوا شايفين. والرولز برضو بتاخديها تحميرة برضو في الطاسة زي ما انت شايفة المنظر الجميل ده. ودي طريقتي يا جماعة في شاورما الفراخ، وان شاء الله طريقتي تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش زي كل مرة بدعوة حلوة ليا ولأولادي بصلاح الحال، وكمان اللايك والشير والاشتراك في القناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة ان شاء الله. ومعلش يا جماعة على الهيصة والدوشة دي، لان في شقة بتتشطب قدامنا، فاعذرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.